قد عدت يا شهر الهدى، يا رحمة تسع المدى، يا طهر قطرات الندى، يا كل معنى للجمال. أرواحنا مثل الحمام، نشتاق من عام لعام. أرواحنا مثل الحمام، نشتاق من حينما يهل شهر رمضان المبارك يستبشر الناس بموسم العطاء وشهر المكارم والطاعات، ويحتفي القائمون على مكتب الدعوة بمحافظة بيش بمحفلهم السنوي الذي تتكاثر فيه الأفراح والمسرات عبر مشروع دعوي واجتماعي تتجسد فيه معالم المجتمع المسلم، ويلوح في دوحته حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وللعاملين في المكتب أفراح، فلا يكاد يهل الشهر إلا على عمل دؤوب وتخطيط مدروس وتجهيزات متكاملة لمشاريع الفرح ولحظات السرور بفضل الله ورحمته. أعتذر أن أكون إني أنا أو أسمي نفسي إني أنا داعٍ في الخير، هذه أعتذر منها نهائيا، وهذه كلمة لا أستحقها. أولا فالخير مفتوح ومجاله مفتوح للصغير والكبير، وأنتم الآن من يدعم الخير، لست أنا وليس من هم بعدي أيضا من الداعمين، إلا أن تطلقوا معنى الداعمين، بل هم فاعلين خير مساهمين في عمل الخير. الداعمين للخير هم أنتم، الوجيه الطيبة هذه الحاضرين هنا، الشباب الطيبة هذه هم الداعمين الخير، هم الذين يدعموننا على أننا نعمل خير، ومن غيرهم نحن لا نعمل شيء. فرحة المسافرين. آلاف المسافرين يعبرون مدينة بيش بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك، وهذه من فرص الخير التي اهتم بها المكتب واعتنى بها، حيث تصنع الفرحة للمسافر الصائم بتوزيع 1500 وجبة يومية عبر الخط الدولي. فرحة الأسر. إن تلمس حاجات الناس في الشهر المبارك لفتة كريمة من المكتب والقائمين عليه تجاه المتعففين الذين لا يسألون الناس إلحافا، فتنطلق همم صناع الفرح مع بداية الشهر بتوزيع 1000 سلة غذائية لتصنع البهجة وتسعد الصائمين. فرحة الجاليات. في بيش محط جديد للعمل والصناعة تقصده عشرات الجنسيات من مختلف العالم، مسلمين وغير مسلمين، لتظهر صورة من أبهى صور التلاحم والتآخي الإنساني عبر مخيم إفطار صائم، حيث تقدم فيه قرابة 1700 وجبة يومية. بارك الله. هذا من المخيمات النوادر اللي اطلعنا عليها، جهود مباركة، الله ينفع فيكم ويجعلكم مباركين أينما كنتم. شكر الله للجميع، شكر الله للشيخ هذا الجهد، بارك الله في جهودكم. أحث أهل الخير وأهل السعة البذل والمساعدة مثل هذه المشاريع. لا يخفى عليكم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره لا ينقص من أجره شيئا. الحقيقة مشهد يثلج الصدر والله. زرنا الحقيقة كثير من المشاريع الخيرية ومشاريع تفطير الصائم، لكن ما رأيناه في هذا المشروع من تميز وما شاء الله جهود الشباب وعلى مختلف فئات المجتمع الكبير والصغير، ويعني حقيقة أمور تثلج الصدر. وحقيقة ليس فعلا الجهاد قتال العدو فقط، إنما الجهاد في مجالات كثيرة، ومن أعظمها ربما العمل الخيري الحقيقة، لأنه ربما يحرمك من جلستك مع أبنائك وإفطار معهم. فمثلا الشيخ ما شاء الله عما سمعنا أنه لا يفطر مع أبنائه إلا ربما أيام، أو لا يفطر معهم أبدا في رمضان. هذا يعتبر من الجهاد. نسأل الله العلي العظيم أن يوفق الجميع
وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يبارك الجهود، ونحث أهل الخير أن يمدوا يد المساعدة والدعم لمثل هذه المشاريع، ففيها بركات عظيمة. فرحة المجتمع. وفي رمضان فرحة أخرى حرص المكتب على إظهارها عبر برامجه المجتمعية في مخيم الإفطار، حيث تنوعت برامج التدريب في العمل التطوعي والإسعافات الأولية ودروس الجاليات. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. تشرفت في هذا اليوم بزيارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة بيش، وقد اطلعت مع فضيلة الشيخ مدير المكتب على جهودهم في الدعوة إلى الله، واطلعنا على ما يقدمه المكتب في شهر رمضان المبارك من برنامج متكامل، برنامج دعوي وبرنامج خيري ودعوة وتوجيه لغير المسلمين، وكذلك ما يقوم به المكتب من تقديم وجبات للمسافرين المارين بهذه المحافظة، وكذلك ما يقوم به المكتب من دعوة المسلمين وكذلك دعوة غير المسلمين. فحينما يرى غير المسلم هذا التكاتف وهذا الاجتماع وحرص الأخوة في المكتب على هذه الشعيرة، أقصد بذلك التفطير، شعيرة الركن الثالث من أركان الإسلام، وخاصة يحرص الأخوة في المكتب على أن يبينوا لغير المسلمين هذه المسائل العظيمة وسماحة الإسلام. وسمعت من فضيلة مدير المكتب أنه يزورهم من غير المسلمين ثم يرون هذا الاجتماع وما يقدمه المكتب من دعم ومن برامج دعوية، وكذلك الأخوة المترجمين في المكتب من دعوة غير المسلمين ويبينون لهم سماحة الإسلام. وكذلك يقوم المكتب على شريحة من أبناء هذه المحافظة على المتطوعين والمتعاونين معهم في التفطير وتقديم الوجبات وتهيئتها للصائمين والأخوة الجاليات. فهذا مشروع متكامل، أسأل الله جل وعلا أن يجزي الأخوة القائمين وعلى رأسهم فضيلة مفتي منطقة جازان الشيخ محمد شامي رئيس مجلس إدارة المكتب، وكذلك مدير المكتب والأخوة جميعا العاملين في المكتب، وكذلك الداعمين من هذه المحافظة ومن غيرها. فأسأل الله جل وعلا أن يجعل ما يقدمون في ميزان حسنات الجميع، وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل. يقف خلف هذه المظاهر رجال وهبوا أوقاتهم، وداعمون بذلوا من مالهم وعطائهم، فنسأل الله أن يكون لهم من الفرحة أفراحا ومن العطاء ثوابا، فلهم الفضل بعد الله في نجاح هذا المشروع، ولهم اليد الطولى بتوفيق الله في صناعة أفراح